هو ايه اللي موجود في معبد دندرة في جنة يخلي ايلون ماسك اغنى راجل في العالم يقول انا ممكن اتنازل عن ثروتي كلها مقابل اني اخد معبد دندرة؟ ايه ده للدرجة دي الموضوع مهم؟ معبد دندرة من أجمل المعابد الموجودة في مصر، ولكن جوه المعبد في عجايب مش هتصدقوها. نقوش ورسومات للمبة كهربائية، طاقة غريبة بتحصل لك لما بتدخل المعبد، ورسومات ونقوش على جدران المعبد لمركبات فضائية. إيه ده معقول؟ يعني المصريين القدماء كان عندهم مركبة فضائية وكهرباء؟ ما هو التطور اللي كانوا فيه ده مش من فراغ، وأكيد وراه سر كبير. على فكرة الكلام اللي بقوله ده موجود بالفعل في النقوش اللي مرسومة على جدران المعبد، يعني ده مش كلام وخلاص. وبما إن بقى إيلون ماسك معروف عنه إن مهتم جدا بالحضاره المصريه وبالمصريين القدماء، كان منبهر جدا بمعبد دندرة، وكمان معروف عنه انه عايز يعمل مشروع الكهرباء النظيفه علشان يستخدمها العالم كله. وفكره وجود لمبه بسلك على جدران معبد دندرة اللي بيعتبر المعبد الوحيد في مصر اللي فيه النقش ده، كدليل ان الكهرباء كانت موجوده ايام المصريين القدماء، خلى ايلون ماسك ينبهر بمعبد دندرة ده. معبد دندرة موجود فيه 22 سرداب موجودين تحت المعبد، فتح منهم 11 سرداب بس، واللي مسموح لك تزوره هو سرداب واحد بس منهم، وده لانهم بيقولوا ان في السراديب دي طاقة كبيرة جدا انت ممكن ما تستحملهاش. وكمان متدون على جدران المعبد ان الطاقه دي طاقه استشفائيه وعلاجيه، لدرجه ان في ملوك وامراء كتير جدا من العالم كانوا بييجوا معبد دندرة ده مخصوص عشان ياخدوا طاقه علاجيه وروحيه من السرداب ده. وبالفعل ناس كتير من اللي دخلت السرداب ده قالت انهم كانوا بيحسوا بطاقه غريبه جدا اثناء وجودهم في السرداب، ان كان بيحصل لهم حاجات غريبه زي ان مثلا جسمهم يقشعر او ان جسمهم يسخن مره واحده. هو ايه اللي موجود في المعبد ده يا ترى؟ المعبد مبهر لدرجه انه لسه محتفظ بالالوان وبالنقوش بتاعته كأنه لسه مبني امبارح، مع انه مبني من اكتر من 2000 سنة. ويقال انهم اهتموا جدا بالعمارة في المعبد ده عشان المعبد ده اصلا كان معمول للالهة حتحور، الهة الحب والجمال والموسيقى عند المصريين القدماء، فكان لازم يعملوا لها معبد عملاق بالمنظر ده ومبهر بالشكل ده تقربا للالهة دي. كلام كفر ملناش دعوة بيه. ده غير ان معبد دندرة فيه غرف كاملة فيها جداريات شرحة علم الفلك بالكامل، وفي اقاويل ان معبد دندرة ده فيه تابوت العهد، وبيقولوا من يملك تابوت العهد ملك الارض. تفتكروا المصريين القدماء كان عندهم فعلا حضاره متطوره او كهرباء وتكنولوجيا اكتر من اللي موجوده عندنا دلوقتي؟ ما هو الاجابه الوحيده على الحضاره العظيمه اللي احنا شايفينها دي هو كان اكيد عندهم تطور تكنولوجي، او يمكن حاجه اكبر من التكنولوجيا احنا ما نعرفهاش. اكتبوا لنا رايكم في الكومنتات. سلام.